يعني شي يصير لو أهل الدجاج يسوون من هاي الكبسة. هاي أطيب كبسة دجاج على طريقتي. اللي ما يعرفني أنا الشيف علي ربيعة، صاحب سلسلة مطاعم بي إكس، ويوميا أنزل لكم مشروع جديد ووصفة جديدة. يلا خل أعلمكم شلون سويته. أول شي نجيب دهن، نحط خاشوقتين، وأهم شي كمية بصل كبيرة، ونشوحها. وراها نحط الثوم ونشوحه وياها. يذبل البصل والثوم يصير بهاي الطريقة، ننزل عليه الفلفل. وراها ننزل البهارات الصحيحة، نبصره ودارسين وهيل. ومن تطلع ريحة البهارات نضيف الطماطة، وننتظر لحد ما تذبل الطماطة وتذب ميها. نضيف كاري وكركم وبهارات برياني وماجي، ونحمسهن كل زين. ونضيف وراها 3 خواشيق معجون. ومن نخلي المعجون ننتظر ينحمس كل زين. واخر شي نضيف قشور البرتقال، قشور برتقالة واحدة. وراها ننزل الدجاج. هاي اهم مرحلة بالكبسة. نقلب الدجاج بالصلصة هاي سويناها ونعوفه 20 دقيقة. وراها نضيف المي الحار يغطي الدجاج، وتضيفون الملح وتقبغوها وتعوفوه 40 دقيقة عدل على نار متوسطة. نجيب تبسي وندهنه بالدهن ونخلي الدجاج بيه، وندهن وجه الدجاجة همين ونخليها بالفرن على نار 180. نشغل بس الفوق. بعدين نحط التمن المغسول بالمي مال الكبسة ونغطيها ونعوفه نص ساعة على نار هادئة. بعدين تطفون النار وتعوفوه اقل شي ربع ساعة يتهدر. هاي اطيب كبسة دجاج ممكن تجربوها بحياتكم. وهاي كانت وصفتي لكم اليوم، ان شاء الله تعجبكم. ولا تنسون الرزق لا علي ولا عليكم، الرزق على الله. وهسه اكتبوا لي بالكومنتات من يحب الكبسة وهم مسويها على هاي الطريقة لو لا.